تمام 10 مساء بتوقيت أسمر. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. وإلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية. يصحبكم في جولتها نور الدين خليفة، وأستهلها لكم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. حفل استقبال في السعودية للدبلوماسيين بمناسبة عيد الاستقلال. سد احتلال يؤمن مياه مصوع والتنمية المروية. سيمينار لمكافحة الأمراض في موغولو. إسرائيل تشن ضربات جوية على غزة. كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على تجنب زيادة التوتر العسكري. الإعصار فاني يقتل 12 شخصا في الهند. وفي نشرة أنباء أخرى متفرقة إليكم الأنباء بالتفصيل. نظمت السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية حفل استقبال يوم 2 من مايو لأعضاء السلك الدبلوماسي بمناسبة الذكرى 28 لاستقلال البلاد. وشارك في الحفل الذي نظم بمناسبة حلول شهر رمضان مستشار بلدية منطقة الرياض والسفراء والدبلوماسيون المعتمدون لدى المملكة والضيوف المدعوون. وأوضحت القائمة بأعمال السفارة الإريترية السيدة ويني جرزجهير في الكلمة التي ألقتها أن احتفال الاستقلال لهذا العام يعتبر استثنائيا لكونه يأتي بعد اتفاق السلام والتعاون التاريخي بين إريتريا وإثيوبيا ومناخ السلام الذي تلا هذه الاتفاقية في عموم منطقة القرن الأفريقي. وقالت إن المرحلة تتطلب منا كإريتريين العمل لتطوير ونماء بلدنا والمساهمة بدورنا المتواضع لسلام وأمن المنطقة. وشكرت تعاون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ونظم في المناسبة عرض مصحوب بالفيديو لفرص الاستثمار والسياحة في إريتريا بالإضافة إلى فعاليات ثقافية. قال المشرفون على بناء سد قحتلاي إن السد يشيد بطريقة تؤمن مياه مدينة مصوع وبرامج التنمية في المنطقة. وقال خبير البناء السيد دانييل في التوضيح الذي قدمه ل100 مواطن من مديرية عداق حموس بأسمرة قاموا بزيارة السد إن السد الذي يشيد بطريقة حديثة وآمنة يعتبر من السدود الكبيرة الاستراتيجية التي أظهرت قدرة العمل المحلية. كما أوضح المواطنون القادمون من أحياء ماغاليانو وحزحز ومايافراس وفياجدة أن بناء السد يعكس الصمود ورغبة التنمية، مشيدين بأعضاء شركة البحر الأحمر للبناء والتنمية والجهات الأخرى للأعمال التي يقومون بها بما يستمر على مدى الأجيال. عقد سيمينار في مديرية موغولو لمكافحة الأمراض عامة والأمراض المسببة للتأثيرات الخطيرة. وقال عضو الصحة العامة في المديرية الشاب ميرون مبراتو إن ضمان صحة البيئة والمياه ودفن البرك يسهم لمكافحة الأمراض المعدية. كما أوضح عن ظاهرة انخفاض الملاريا في المديرية العام الماضي. من جانبها أوضحت مسؤولة مركز موغولو الصحي الممرضة محداريت يوهانس أن الملاريا من الأمراض المستفحلة في المديرية، داعية المواطنين للقيام بنفير نظافة لمحيطهم ودفن أماكن توالد البعوض واستخدام الناموسيات. عقدت جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في إقليم شمال البحر الأحمر مؤتمرها الثاني يوم 3 من مايو، وقيمت أنشطة السنوات الثلاثة الماضية، كما انتخبت هيئة إدارية جديدة. وشارك في المؤتمر حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخل لبسو، ورئيس جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في إريتريا العميد تكئ روسوم، والأمين العام للجمعية السيد سامسوم جبر سلاسي، ومسؤولون آخرون ومهنيون صحيون. وقيم المؤتمر تنفيذ أنشطة فعالة لضمان توفير الدم، إلا أن عدم وجود فرع لبنك الدم في الإقليم قد يتسبب في تلف الدم المتبرع به سريعا، مما يتوجب إقامة بنك الدم الإقليمي. وقدم المدير الطبي لمستشفى مصوع توضيحا حول المصاعب التي كانت تتمثل في نقص كميات الدم وجهود حلها، وتم تقديم شهادات شكر للمتبرعين النموذجيين للدم. وأوضح رئيس جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في إقليم شمال البحر الأحمر السيد هيلة والدمرهان أهداف الجمعية وأهمية التبرع بالدم ووجوده في المؤسسات الصحية ورسالة التبرع بالدم،
بالإضافة إلى الحملات الثلاثة التي جرت في أوساط الشعب للتبرع الطوعي للدم ودورها في التوعية. وأشاد حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخل لبسو بأنشطة الجمعية، داعيا المواطنين للتبرع الطوعي للدم لإنقاذ حياة الآخرين. نظمت دورة تأهيلية ل40 امرأة في حجات لضمان صحة الأمومة والطفولة. ونظم الدورة التأهيلية التي استمرت ل3 أيام من الأول وحتى 3 من مايو مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسبة من أجل مكافحة الأمراض المعدية عامة ومرض الإيدز خاصة، وضمان رعاية الأمومة والطفولة. وأوضح مسؤول الإرشاد والمعلومات في مكتب وزارة الصحة بإقليم عنسبة السيد برهان عندوم أن أنشطة التوعية المكثفة بمرض الإيدز ساعدت لانخفاض كبير في الإصابة بالمرض، كما ناشد المرأة إلى رفع وعيها الصحي للسيطرة تماما على المرض. في غضون ذلك قدم السيد يوناس الأزار من مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية شرحا موسعا للمشاركات في الدورة حول حقوق الطفل والعادات الضارة والوسائل التي يجب على المجتمع اتباعها لمحاربتها. وقدمت مسؤولة الإدارة والمالية في مكتب الاتحاد الوطني للمرأة بإقليم عنسبة السيدة صيون عقبة ميكائيل توضيحا عن العدالة والمساواة في الأسرة بالنظر للأهداف الاجتماعية المرجو بلوغها. أعزائي المشاهدين، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. أهلا بكم. قال الجيش الإسرائيلي إن ناشطين فلسطينيين أطلقوا وابلا من الصواريخ باتجاه مدن وقرى إسرائيلية يوم السبت، مما دفع إسرائيل للرد بضربات جوية. وقال راديو الجيش الإسرائيلي إن ما لا يقل عن 50 صاروخا أطلقت على مدى نحو 30 دقيقة، وإن بعضها وصل إلى مسافة عميقة في جنوب إسرائيل. ولم ترد تقارير عن وقوع أي قتلى أو مصابين إسرائيليين، إذ جرى اعتراض الكثير من الصواريخ، كما هرع السكان إلى الملاجئ بعد سماع دوي صفارة الإنذار. وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن 3 فلسطينيين أصيبوا جراء إحدى الضربات الجوية الإسرائيلية. ويأتي تصاعد العنف بعد مقتل 2 من ناشطي حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تدير القطاع في ضربة جوية إسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه الضربة كانت ردا على إطلاق نار من جنوب غزة أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين قرب الحدود. حثت كوريا الجنوبية كوريا الشمالية على التوقف عن الأفعال التي تزيد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، وقالت إنها قلقة بشدة بشأن إطلاق بيونغ يانغ صواريخ قصيرة المدى. وقالت الحكومة أيضا إن أحدث خطوة أقدمت عليها بيونغ يانغ تتنافى مع اتفاق عسكري بين الكوريتين. هذا وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى من ساحلها الشرقي في أول عملية إطلاق صواريخ منذ عام 2017 مع تصعيدها الضغط على واشنطن بعد فشل قمة نووية. وقال مكتب هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قصير المدى من مدينة وونسان. وقال المكتب إنه يجري تحليلا مشتركا مع الولايات المتحدة. وقالت هيئة الأركان المشتركة فيما بعد إن عدة صواريخ انطلقت لمسافة تراوحت بين 70 كيلومترا و200 كيلومتر. لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم في ولاية أوديشا بالشرق الهند جراء الإعصار فاني الذي اجتاح البلاد قبل أن يتحرك شمالا إلى بنغلاديش، حيث نقلت السلطات أكثر من 1,000,000 شخص إلى مناطق آمنة. وفقد الإعصار المداري فاني الذي يعد أقوى إعصار يجتاح الهند منذ 5 سنوات بعضا من قوته بعد وصوله إلى اليابسة. وخفضت إدارة الأرصاد الجوية الحكومية تصنيفه إلى منخفض جوي عميق. وفي دكا عاصمة بنغلاديش قال مسؤول بوزارة إدارة الكوارث إن موجات المد الناجمة عن الإعصار لا تزال تخترق الحواجز وتغمر عشرات القرى المنخفضة على سواحل بنغلاديش. وجرى نقل نحو 1.2 مليون شخص يعيشون في مناطق تعد الأكثر عرضة للخطر في بنغلاديش إلى نحو 4,000 ملجأ. وفي الهند بدأت السلطات في تقييم حجم الأضرار التي خلفها الإعصار فاني.
وذكرت وسائل الإعلام أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في أنحاء ولاية أوديشا، معظمهم بسبب سقوط أشجار، لكن إجلاء 1.2 مليون شخص خلال الساعات 24 التي سبقت وصول الإعصار المدري جنبت البلاد خسائر بشرية كبيرة. انزلقت طائرة من طراز بوينغ 737 تحمل 136 راكبا و7 من أفراد طاقمها إلى نهر سانت جونز قرب بلدة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد هبوطها، فيما تعرض 21 من ركابها إلى إصابات، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو حدوث إصابات خطيرة. وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل إن كل الأشخاص الذين نقلوا إلى مستشفى للعلاج وعددهم 21 شخصا حالتهم جيدة. وقال متحدث باسم القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في جاكسونفيل إن الطائرة القادمة من القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو في كوبا انزلقت إلى النهر في نهاية المدرج. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي نشرتنا الإخبارية لهذا المساء من الفضائية الإرثية. تحية لكم ورمضان كريم.